هل مسح التطبيقات فعلا بيزود سرعة الموبايل ولا دي مجرد خلاف؟ الحقيقة ببساطة مسح التطبيقات ممكن يساعد سرعة الموبايل بس مش في كل الحالات. التطبيقات لما بتتثبت على الموبايل ومعموله للوقت بعد التطبيقات بتخلي الملفات مؤقتة وبيانات زيادة، ولو مساحة التخزين قلبت تتملي الموبايل فعلا ممكن يبدأ، وساعتها مسح التطبيقات أو الملفات الزيادة بيحسن الأداء. لكن الفجأة إن وجود التطبيق مثبت على الموبايل مش معناه إنه بيبطئ الجهاز، لأن أغلب التطبيقات وهي مقفولة مش بتستخدم معالج ولا رام بشكل مؤثر. اللي ممكن يبطئ الموبايل بجد هو التطبيقات اللي شغالة في الخلفية أو التطبيقات التقيلة اللي بتسحب من موالد الجهاز. وكمان الموبايل لو في مساحة تخزين كفاية مسح التطبيقات غالبا مش هيعمل فرق ملحوظ في سرعة الجهاز. معلومة مهمة، الأفضل إنك تمسح التطبيقات اللي مش بتستخدمها ونضف الملفات من وقت للتاني، مش تمسح كل التطبيقات وخلاص. يعني باختصار كده مسح التطبيقات ممكن يساعد في سرعة الموبايل بس لو التخزين شبه ممتلئ أو لو التطبيقات اللي بتشتغل عندك في الخلفية هيعمل فرق كبير. واستنوني بإذن الله في الفيديو اللي جاي أشرح تطبيق بيمسح من عندك كل الملفات المؤقتة ومن غير أي فايدة. ولو حابين تكملوا معايا الرحلة دي التقنية فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة وسلام.